ممكن نبقى نفسنا نقرب من ربنا ونبقى مليانين سلام وفرح زي ناس كتير كده حلوة عشان قريبة من ربنا. تعالوا نشوف ازاي، لاننا مش عارفين، بنبقى مش فاهمين ابدأ منين، اعمل ايه. تعالوا نشوف كده نبي عظيم في العهد القديم قال لنا كده خطوات بسيطة وسهلة، وكمان كان شافها في رؤية. الحقيقة النبي ده شاف مية جاية عند الكعبين. طب المية دي في الكتاب المقدس كله بترمز دايما للروح القدس. لما نسمع الروح القدس نعرف ان النعمة بتساعدنا علشان نقرب من ربنا. لكن هل النعمة بس تكفي؟ الحقيقة لا، دايما مع النعمة جهات، عشان كده لمست الكعبين. فيجي كده الروح القدس يقول لك تعالى حبيبي احضر قداس، متثقل مش قادر مش عايز، معلش تعالى على نفسك بس خطي خطوه، روح بس القداس ومالكش دعوه ايه اللي هيحصل هناك. طب اقف صلي 5 دقايق، 5 دقايق مش قادر، جرب بس جرب كده امشي لقدام خطوه. طب افتح الكتاب المقدس اقرا ايه، اقرا ايتين، ابتدي بحاجه بسيطه. صدقني كل يوم الروح القدس بيخبط علينا ويقول لنا تعالى بس. لو بس استمعنا للرساله دي ومشينا الخطوه بتاعه الكعبين هنلاقي الميه عليت زي ما حصل في الرؤيه وتوصل لركبتين. يعني ايه ركبتين؟ الحقيقه اللي يمشي في طريق ربنا يجي الشيطان كده دايما يحاربه ويقول له انت بقيت بقى بتروح الكنيسه وتحضر قداس، فنلحق بسرعه نلاقي الركبتين تنحني قدام ربنا ونقول له يا رب الموضوع كبير قوي علينا، الحياه مليانه صعاب كتيره قوي واحنا صغيرين، ينفع يا رب تشيل؟ السجود قدام ربنا يكسر عدو الخير، لانه الخطيه اللي اسقطت عدو الخير هي الكبرياء. عشان كده لما الانسان تيجي الميه والروح القدس عند ركبته وتعلمه السجود قدام ربنا، يا ربنا بقى يعلي الميه كمان للحقوين. حقوين ده يعني تيجي عند القلب، يبتدي بقى الانسان يشعر بمشاعر روحيه حلوه قوي، ويبتدي يحس بجد في الصلاه، مش واقف بس بيقول كلام ولا بيحضر قداس مش سامع بيتقال ايه، لا لا لا، تبتدي المشاعر تتحرك ويحصل معانا كده حاجات جميله. اول ما المشاعر تتحرك فجاه نلاقي الميه عليت 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 وبقت نهر، نهر سباحه. يقول كده النبي في الانجيل انها نهر لا يستطيع عبوره، يعني ما بيخلصش. الحقيقه النبي الشاطر ده كان حسقيال النبي، قال لنا الروشته. لو انت مش عارف تبتدي منين صدقني اول خطوه تبان صعبه شويه، لكن بس تجرب هتلاقيها مشيت بسرعه من الكعبين اللي هي الجهاد الصغير، تلاقي النعمه رفعتك للركبتين وبديت تسجد قدام ربنا، تلاقي النعمه رفعتك وبقى في مشاعر جميله قوي، تلاقي النعمه رفعتك وبقيت فرحانه على طول ومش عايز تسيب ربنا، والدنيا تضرب تقلب بقى وانت في سلام عجيب. مشكلتنا حبايبي اننا بنبقى عايزين نبتدي من الاخر، عايزين نشعر بربنا على طول ونحس بالسلام كل حاجه تبقى تمام. طب ما بالراحه تعالوا نمشي مع النبي خطوه بخطوه بخطوه، وصدقوني النعمه هي اللي بتحمل مع الجهاد. لو انت تجاهد شويه تلاقي نعمه كتير، جهاد شويه نعمه كتير، تصل للسلام والفرح. وما تنسوش تقروا حسقيال 47.